السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننساش نصلي على الرسول، وما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس. وبشكركم جدا جدا على دعمكم ليا، وزي ما وعدتكم اول ما نكمل 5000 مشترك هطلع معاكم لايف وهنناقش ونحلل كل القضايا اللي بنعرضها. يلا بينا نبدأ قضية النهاردة. قضيتنا النهاردة من عروس الصعيد وتحديدا في المنيا. قضية النهاردة غريبة جدا، وخصوصا في المكان اللي ارتكب فيه الجريمة. الجريمة ارتكبت في مبنى مجمع محاكم الدولة. تفاصيل الجريمة هنقولها مع بعض. مبدئيا كده بتدخل سيدة منقبة قاعة المحكمة زيها زي كل الناس اللي جوه المحكمة اللي داخلين يخلصوا شغلهم، وبالتدريج بتوصل للدور الرابع، وبتقف في وسط الممر وبتبص بترقب شديد ناحية باب القاعة اللي كان فيه متهمين معروضين على القاضي. وعلى طول أول ما بتلاقي واحد من المتهمين خارج من القاعة والكلبشات في ايده ومعاه الضابط المسؤول عن حراسته، بتفتح شنطتها وبتطلع المسدس وبتوجه المسدس ناحية المتهم، وفي نفس اللحظة بتقوم بإطلاق النار عليه وتصيبه ب3 رصاصات وبتنهي حياته، وكمان بتصيب بالخطأ الضابط المسؤول عن حمايته. يا ترى مين الست دي؟ وايه اللي يخليها ويوصلها انها تعمل كده وما يهمهاش من اي عقوبات، وتجازف وتتخطى كل الحواجز وتقتل داخل قاعة المحكمة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض، بالتحديد في حي أبو هلال بالمنيا في شهر 5/2013. كان في عيلة محترمة جدا ومعروفة بين الناس بعيلة الصيادين، لأن كان مصدر رزقهم الوحيد صيد الأسماك. في العيلة دي كان في واحد اسمه ياسر فتحي الشهير بسنبل، عنده 28 سنة، وكان متجوز وعنده 3 بنات، وعنده كمان 3 اخوات، وكان مسؤول عنهم كلهم مسؤولية كاملة، لان هو كان الاخ الاكبر ليهم. سنبل كان ليه اخ اصغر منه اسمه محمد، عنده 23 سنة، وده ليه دور مهم جدا في قضيتنا هنعرفه بعد شوية. بس بالنسبة لسنبل كان شخص محترم جدا، وكان كل الناس بتحبه، بس كان عصبي شوية. سنبل كان ليه صديق مقرب ليه جدا ويعتبره زي اخوه اكتر، اسمه سيد. في يوم حصل خلاف بين سنبل وبين سيد، واختلفوا على قطعة ارض ما كانتش بتاعت حد فيهم، دي كانت وضع يد. وسنبل غلط جامد جدا في سيد قدام الناس، وبعد كام يوم الناس اتدخلت وصلحت بين سنبل وسيد، وسنبل راح لحد سيد في بيته واعتذرله قدام كل الناس. وبعد فترة سنبل بيصحى الصبح وبينزل يروح شغله، لكن بيمر الوقت وسنبل مش بيرجع البيت، واهله يبدأوا يقلقوا ويدوروا عليه ويتصلوا بيه وبيلاقوا تليفونه مقفول. طبعا اهل سنبل قرروا ان هم يبلغوا رجال الامن، وتبدأ التحريات وتستمر لفترة طويلة، لكن مفيش اي نتيجة. في ناس كانت بتشك في سيد، بس في نفس الوقت كانوا بيقولوا ان سيد مستحيل يعمل كده في اعز اصحابه، وخصوصا ان الخلاف اللي كان بينهم اتحل من فترة كبيرة، مفيش بينهم اي نزاع، ومفيش مصلحة لسيد في ان هو يخلص من سنبل. بس بعد 21 يوم سيد بيختفي هو كمان، وتاني يوم من اختفاء سيد الشرطة بتتصل بأهل سنبل وبتستدعيهم وبتقول لهم ان في اخبار عن سنبل، وطبعا بيعرفوا ان سنبل اتقتل. اثناء التحريات من رجال الامن بيقدروا يعرفوا ان اخر شخص كان سنبل ماشي معاه واحد اسمه رضا، والشخص ده كان ليه سوابق، وكان من ضمن السوابق قضية خطف، وكان ليه شريك، واللي كان اسمه لفت انتباه رجال الامن، لان شريك رضا كان هو سيد
صديق سنبل. وطبعا الشرطة كان عندها علم بالمشاجرة اللي كانت بين سيد وبين سنبل، وقبضوا على رضا وبدأوا يحققوا معاه. طبعا اعترف على طول وقال ان سنبل اتقتل، بس انا ماليش دعوة بقتله، اللي قتله هو سيد، وانا كنت موجود وسيد كان بيهددني بالسلاح انا وشخص تاني اسمه اسماعيل. سيد هددنا اننا لو مفضلناش معاه هيقتلنا احنا كمان، وطبعا دي مش الحقيقة. تم القبض على سيد هو والشخص التاني اللي اسمه اسماعيل، وكلهم اعترفوا بالجريمة. ومن ضمن اعترافات سيد بيقول انه من يوم المشكلة وهو كان بيخطط وناوي انه ينتقم من سنبل، لان سنبل اثناء المشكلة شتمه بوالدته قدام كل الناس وقدام زوجته واولاده، ولكن هو كان مقرر ان هو هينتقم من سنبل، وكان بيعمل كده علشان محدش يشك فيه. واستغل ان سنبل داخل على جوازة اخوه بعد شهر ومحتاج فلوس، وقال له ان هو اكتشف مقبرة فيها آثار وعايز سنبل يشارك معاه في حفر المقبرة علشان يطلعوا الآثار، وفلوس الآثار تساعده في جهاز اخوه. وسنبل وافق لانه فعلا كان محتاج فلوس جدا. سيد وسنبل اتفقوا ان مفيش اي حد يعرف بالموضوع، لان طبعا لو الموضوع اتعرف هيتم محاكمتهم. وطبعا سنبل ما قالش لحد خالص، وخرج من البيت على اساس انه رايح الشغل عادي جدا. ولكن لما قابل سيد لقى معاه رضا واسماعيل. سيد كان قايل لسنبل ان رضا واسماعيل هيبقوا معاهم علشان يساعدوهم في الحفر. معروف جدا ان في الامور اللي زي دي مفيش حد بيبقى معاه سلاح علشان الشيطان ما يوزش حد على الغدر، ولكن سيد كان معاه بندقية، ومع ذلك سنبل ما اعترضش من كتر ما هو مدي الامان لصاحبه. ولما وصلوا المكان سيد ادى سنبل البندقية وبدأ في الحفر. ساعتها سنبل اطمن اكتر، وبعدها سيد خد البندقية من سنبل وبدأ سنبل بالحفر. وبعد ما سنبل خلص حفر اتفاجئ بسيد وهو موجه البندقية ناحيته وبيقوله الرصاصة دي علشان امي اللي انت شتمتها، والرصاصة التانية علشان مراتي اللي انت شتمتني قدامها، والرصاصة التالتة دي مني ليك. وساعتها مات سنبل ووقع في الحفرة، ورضا واسماعيل ردموا عليه واخفوا اثر الحفرة اللي دفنوا فيها سنبل. التحريات اثبتت ان سنبل ما كانش ليه في موضوع الاثار، لكن هو مشي ورا كلام سيد لانه زي ما قلنا كان محتاج فلوس ضروري علشان جواز اخوه محمد اللي هنعرف دوره في القضية دلوقتي. في اشاعات طلعت بعد موت سنبل وقالت ان هو يستاهل اللي حصل لانه كان بلطجي وبياخد اتاوة من الناس، ولكن طبعا كل ده كان كذب، واللي طلع الاشاعة دي سيد علشان يستعطف الناس. بس طبعا كل الناس قالت ان سنبل ما كانش بيعمل كده، وكانت كل الناس بتحبه. والدليل على ده الجنازة المهيبة اللي شارك فيها كل اهل البلد. المهم في كل ده مين الست اللي دخلت المحكمة وضربت نار على سيد؟ طبعا كلنا عارفين ان في بلاد في الصعيد معروفة باخذ الثأر، وان ما ينفعش يسيبوا حقهم وملهمش دعوة بحكم المحكمة. وفي يوم بتروح سيدة منقبة محكمة جنايات المنيا وبتطلع الدور الرابع وتقوم بإطلاق النار على سيد زي ما قلنا في أول الحلقة. لكن لما العساكر بيهجموا عليها وبيرفعوا النقاب بيتفاجئوا ان هو راجل مش ست، وان هو محمد الاخ الاصغر لسنبل. ده اللي قلنا عليه ليه دور مهم جدا في القضية هنعرفه مع بعض. محمد كان عنده 23 سنة وكان فرحه يوم 6/6/2013. محمد قال ان هو اللي خطط ودبر انه ياخد حق اخوه، لكن كبار العيلة قالوا ان ده كان تخطيط مع العيلة كلها باخذ الثأر علشان يعرفوا يعيشوا وسط الناس، وخصوصا ان سنبل اتقتل بالغدر وبطريقة مهينة. وتم الحكم على محمد
بالسجن 15 سنة. وكده خلصت قضيتنا. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.